اول حاجه هنجيب سير الطويل ده هيكون طوله 2 متر و30 سم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. السير الطويل ده هيبقى طوله 2 متر و30 سم. كالعاده هنحط اول حاجه سير طويل زي ما انت شايف كده، دولت خشبتين بس بيهم الشغل، والسير يعني الخشبتين دولت يكونوا في نص الشغل، نص السير بالظبط. تمام اهو، تمام كده. يبقى انا السير اخد مقاس السير واخليه الخشبتين دولت في نص السير بالظبط. وبعدين بجيب سير قصير ده طوله كام؟ 75 سم. 75 سم بعدي من تحت برضو الخشبتين كده اهو، تمام زي ما انت شايف كده. الخشبتين دولت يعني يكونوا شايف السير القصير فين اهو اهو، تمام. يعني عشان امسك الشغل هنا والشغل يبقى مفروض معايا كويس. هشتغل ازاي؟ كالعاده سير طويل وسير قصير. برص السيور كده، يعني ده سير طويل اهوت، وبعد كده سير قصير، واحد كده وواحد كده، واضم الشغل واحده واحده كده في ريح بعضه، ما خلوش فوق بعض. تمام اهو، ده قصير وبعد كده سير طويل. احب اشكر كل اخ واخت معانا في القناه، يعني الحمد لله وصلنا 13000 مشترك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وان شاء الله نقدم لكم محتويات جميله ان شاء الله تفيدكم باذن الله. وان شاء الله في شغل جديد كمان هينزل ان شاء الله، بس احنا مستنيين الخامات بتتصنع، وباذن الله هنعمل لكم شغل جميل جدا جدا جدا. الخامات اللي احنا شغالين بيها دي ده اسمه شمبر تحزيم بلاستيك. تمام، شمبر تحزيم بلاستيك. ما تنساش ادينا شغالين اهو سير قصير وسير كبير اهو. القصير ده طوله 75 سم، والكبير ده هو اللي معاه ده 230 سم. تمام، 230 سم. نشتغل واحد كبير وواحد صغير. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. وركز معانا في العدد، لو بتنسى تجيب ورقة وقلم وتكتب المقاسات بعدد السيور. السير الصغير 75 سم، والسير الطويل 230 سم. تمام اهو. وبعدين تحط سير كبير وسير قصير، سير كبير وسير قصير. تمام عشان ما تلخبطش، سير طويل وسير قصير. ديت كده الحصيرة بتاعة الشغل. أي شنطة بقى أو أي حاجة بتعملها، كل الحاجات كده سير طويل وسير قصير. وتخلي بالك وتركز في العدد بتاع السيور، ودايما تخلي العدد بتاع السيور ده لازما يكون فردي. يعني إيه فردي؟ السيور اللي هي الصغيرة ديت بيكون عددها مدوز، يعني ما ينفعش اخلي فيها 9 11 7 كده. يعني لازم السيور القصيرة ديت يكون مجوز، يعني مثلا 6 8 10 12 كده. والسير اللي معاها اللي هو الطويل ده هو بيكون فردي. يعني ايه؟ يعني اخر عد بتاعه يكون فردي، يعني 9 11 13 كده. بيكون ازيد من السير القصير ده بسير واحد بس. يعني انت لو قطعت 10 صغير تقطع 11 كبير، قطعت 6 صغير تقطع 7 كبير كده، لان اوله بيبقى كبير السير الطويل اول السيور، واخر سير برضو بيكون سير طويل. تمام، ليه؟ عشان تعرف تشتغل بعد كده والشغل يكون معاك كويس جدا، وما يخلفش معاك الشغل وانت بقى بتقفل الشغل وانت طالع بالجناب يعمل معاك غلط، فتضطر ان انت تفك الشغل كله عشان خاطر تعيد الشغل من الاول لان انت عملت حاجة غلط. تمام، فبداية الشغل دايما عايزة تركيز، لازم تكون مركز وتاخد بالك من خطوات الشغل زي ما احنا شغالين كده اهو. واحد طويل وواحد
قصير. تمام اهو. ادي اخر سير قصير اهوت. تمام. وادي السير الطويل. انا عشان خاطر ما اطولش عليكم هعمل فيديو للحصيره ديت بس طريقتها اهوت. تمام. وبعد كده الفيديو اللي هينزل بعد دي تكمله نفس الايه، نفس الشنطه. طيب انا كده رصيت كام سير صغير؟ 12. وكام سير طويل؟ 13. تمام. خلي بالك بقى ده ثبت ايه، غسيل كبير انت شفته ده 13 كبير طولهم 230 سنتي، و12 سير صغير طولهم 75 سنتي. هعمل ايه بقى؟ هجيب برضو السير طويل اللي انا بقى هدكك بيه كده اهو. طوله كام سنتي؟ طوله 210 سنتي، يعني اقل من ده كده كام سنتي؟ اقل 20 سنتي او 10 سنتي، او عايز تقطعهم بنفس المقاسات ما يضرش، مش مشكله، لان انت بتعيد تاني على الايه، على الحاجه. بس يعني ده كده بيكون اقل 10 15 سنتي. ليه؟ لان الحجم كده مش نفس الطول كده. تمام. هنيجي بقى نشتغل نعمل ايه؟ اول سير ده هو تخلي بالك دايما، اول سير هنا تخلي الصغير فوق. اول سير في التدكيك تخلي السير القصير ده هو اللي فوق. تمام. هندكك بقى كده اهو، الصغير فوق والكبير تحت اهو. طبعا اللي كان معانا قبل كده عارف وفاهم التدكيك اهو، الناس اللي اشتغلت واتعلمت يعني ما شاء الله، يعني في كميه كبيره ما شاء الله، ناس بتكتب في التعليقات وناس اشتغلت، وفي ناس بعتت لي صور على الواتساب. ما شاء الله شغلها جميل، يعني اول مره تعمل حاجات بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يبارك في اعماركم كده ويزيدكم. ونسحب السير بقى يم جوه كده في بدايه الشغل كده. تمام. وهنجيب بقى السير اللي بعد منه وناخد الخلف، يعني الطويل هو بقى اللي فوق والقصير تحت، نعكس الشغل، يبقى الطويل فوق والصغير تحت. تمام. لازم نخلي بالنا واحنا شغالين في بداية الشغل دي بالذات. ليه؟ البداية هي اللي يعني بتبقى ايه، صعبة الشغل. هي مش صعبة ولا حاجة، بس يعني تبقى الايد تقيلة فيها شوية. ليه؟ لأن السيور كلها مفككة. تمام. لازم تشتغل بالراحة وتكون هادي في الشغل بتاعك، ما تبقاش يعني متسرع عشان الشغل ما يبص منك. تمام اهو. وبعدين تضمه كده في ريح ايه اخوه واحده واحده، وبعدين تجيب السير اللي بعد منه ونفس القصه كده العكس بقى اهو. يعني دايما السيور كلها بتشتغل العكس، واحد فوق وواحد تحت. تمام. زي ما انتم شايفين كده. يا ريت لو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو تعمل لايك، ما اشتركتش في القناه تعمل اشتراك. ان شاء الله نفسنا نوصل ل100,000 مشترك باذن الله. بيكم هنوصل وبدعمكم ومتابعتكم. وطبعا في كتير من الاخوات بيعملوا مشاركات للفيديوهات جزاهم الله خيرا. طبعا كل ده بيظهر عندنا في القناه، فلان عمل مشاركه وفلان اعجاب وفلان تعليق. ما شاء الله عليكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. ربنا يحفظكم ويسعدكم في الدنيا والاخره، لان متابعتكم ودعمكم وتعليقاتكم بتشجعنا للمزيد، يعني ان احنا نعمل اكتر ونطلع لكم فكر في يعني افكار كويسه. تمام. ويعني بصراحه بتدعمونا يعني. تمام اهو. يبقى سير فوق وسير تحت زي ما انت شايف كده بالظبط. تمام اهو. سير فوق وسير تحت. طبعا الشغل زي ما احنا شغالين كده اهوت على الهادي عشان الناس اللي حابه تتعلم اهوت، مش عايزين نضيع اي حاجه. ودايما طول ما انت شغال كده بقى تضم الايه الهواء، يعني السيور اللي بعضها ما تخليش فيه هواء بينهم، بس ما تضمش يعني بشده. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تضم السيور لبعضها ما تضمهاش بقوه، يعني عشان ما تزعلكش في الشغل. تمام اهو.
لكن الشده اللي بتبقى الاخيره في الشغل ديت هي اللي بتبقى عليها الشغل كله بقى، هي بتشد معاك الشنطه يعني. تمام. بس احنا ما نسيبش هوا عشان الشغل برضه ما يبص مننا. يعني انا كل سير اهوت بعمله بايه؟ بزنقه كده في ريح اخوه اهو زي ما انتم شايفين كده. طيب عدد السيور اللي معايا دي كام؟ اللي انا بدككها ديت بالعرض. هنا بقى السيور ديت بتختلف، خلي بالك. يعني انا دلوقتي شغال بسير 9 مللي. يعني ايه 9 مللي؟ يعني العرض بتاعه ده 9 مللي، مش الطول، لا العرض ده اهو. دي العرض بتاعه كده 9 مللي، يعني سير رفيع. تمام. في سيور بقى بتبقى 14 15 12، يعني اعرض من كده، وفي اقل من كده. تمام. فالسير كل ما يكون اعرض من كده فبياخد معاك عدد سيور اقل. تمام. عدد سيور اقل على نفس المقاسات دي، عشان في ناس يعني كلمتني قبل كده بتقول لي يا عم عبد الفتاح انت قلت كام سير؟ مثلا 9 أو 10 في الشنطه وانا بعملها كذا، فانا عملت زيك، بس السير القصير ده جه في الاخر وما طالش، طب انا هعمل ايه؟ فكلمت معاهم وقلت لهم يا جماعه السير اللي عندك عريض، لكن السير اللي انا شغال بيه ده رفيع. فطالما السير ده رفيع فبياخد عدد كبير، طالما السير عريض بياخد عدد قليل، لان السير طول ما هو عريض بيفرد معاك. تمام. وبيريحك كمان في الشغل. تمام. فانت لما تيجي مثلا تشتري الشامبر زي ده كده، احلى مقاس تشتغل بيه المقاس اللي هو 15 مللي. تمام. يعني سنت ونص كده. تمام. يبقى عرض السير ايه؟ 15 مللي، بيريحك في الشغل. تمام. يعني ايه؟ بينجز معاك الشغل، بدل ما تعد بقى سيور كتير، وبدل ما تتعب يعني كل شويه مثلا بتدكك مثلا 5 6 سيور زياده في الجنب، لا هو بيوفر عليك وقتهم. تمام. ويفرد معاك الايه؟ ويفرد معاك الشغل، يبقى كويس يعني. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. بالله عليكم كده بقى ايه؟ دعواتكم وتعليقاتكم الجميله، لايكاتكم للفيديوهات. القناه عليها فيديوهات كتير للتعليم، اللي حابب يخش كده يتفرج على الفيديوهات واسمع وما تملش. صنعة هتوكلك الشهد، والله يعني صنعة جميلة وما شاء الله ومربحة. في ناس يعني بتكلمني بتقول لي طب انا دلوقتي يعني مثلا بعض الاخوات بتقول انا مثلا عايز اساعد جوزي لان الدخل مش عارف ايه، يعني تعبان شويه، كلنا والله داخلين تعبان شويه، فكلنا عايزين نشتغل. تمام. دي شغلانه كويسه. يعني انت بدايه ما تشتغل، اول ما تشتغل بالطبيعي ما حدش يعرف انت شغال في الحاجات ديت، فلازم تشتغل، لازم يكون عندك منتج عشان تعرض المنتج بتاعك. ومش من اول ما تعرض المنتج بتاعك كده هتبص تلاقي الزباين كب عليك، لا لازم يكون عندك شغل. يعني انا والله يعني بفضل الله انا هو اشتغلت ماشي، ما كانش حد يعرف ان انا شغال، فلما اشتغلت والمنتج بتاعي ظهر في قريتي ومع الناس، عايزين كذا، بقى فلان يجيب فلان، يعني جارك يجيب جاره. تمام. وغريب، وعايز واحده لبنت عمي، انا عايز واحده مش عارف لاخويا، انا عايز واحده لاختي، الكلام ده كله. فتبص تلاقي نفسك بقى في ناس هتطلب منك شغل وانت صدقني مش هتلاحق كمان، يعني هتلاقي نفسك بقى بتعمل مواعيد للناس بعد 20 يوم ان شاء الله تاخد الحاجه بتاعتك. يا عم ازاي؟ قول له والله ما عنديش وقت، انا مطلوب مني شغل ومعلش ما عنديش وقت. انا والله يعني انا زي ما انتم شايفين كده انا شغال، وناس كتير بتكلمني وتطلب مني كميات، وناس كمان بتكلمني وتطلب كميات بسعر الجمله، بس انا بصراحه ما عنديش كميات لسعر الايه؟ لسعر الجمله، لان الجمله بتبقى عايزه، الناس عايزه كميات كبيره، وبعدين عايزه ناس كتير تشتغل يعني، وانا ما عنديش بقى انتاج ولا مصنع ولا كده، شغال لوحدي زي ما انتم شايفين كده. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كده زي ما انت شايف السيور بقى كل ما بتدكك السيور كده في بعضها بتدي معاك يعني منظر جميل، ما يبقاش فيه هوا، لان الهوا ده بيبوظ الشغل. اي زبون
يمسك شغلك كده بعد ما ينام، فتبص تلاقي بقى الايه، تلاقي الشغل بتاعك يعني ايه مش عاجبه، فبالتالي ممكن يعني حتى يقلل في جودة او في سعر الحاجة اللي انت شغالها. فدايما تخلي بالك من الايه، من الهواء اللي هو ايه في الشغل، ما تخليش فيه هواء، وما تشدش يعني ايه بقوة، عشان برضو يعني الشغل ما يزهقكش وانت ايه وانت شغال. تمام. طيب كده يعني الارضيه اللي احنا شغالين فيها هي بتاعه السبت، واي شغل طبعا بنفس الايه بنفس الطريقه، اي ارضيه كده يعني، واخد بال حضرتك اهو. تمام. طيب هنا بقى كام سير؟ احنا قلنا ان السيور ديت كده لازم تكون فرداني، والصغير ده يكون مجوز. فاحنا قلنا ان احنا عاملين الصغير ده 12 سير، والسير الطويل كام سير؟ 13 سير. تمام. كويس، اللي حافظ لسه كويس ما شاء الله، انما في ناس نسيت يعني، قلنا كام وكام. طيب السير بقى اللي احنا بندككه ده المفروض برضو كام سير؟ السير بقى اللي انت بتركبه دهوت، اللي احنا بنركبه ده بالعرض كده بندكك بيه، ده برضو لازما يكون فردي، يعني العد بتاع ده برضو لازما يكون فردي، ما يكونش مجوز خالص. يعني مثلا بتحط الشغل زي ما انت كده، ما ينفعش احط 20 ولا 18 ولا 16 ولا 22، يبقى لازم الشغل اللي انا بشتغله في الجناب لازم الجناب دي تكون عدد فردي. خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله، لازم يكون الشغل ايه؟ فردي. يعني ايه فردي؟ يعني العد اللي انا بعده ده هو يكون فيه عدد فردي، يعني مثلا 10 11 ما ينفعش اعمل 10، يبقى 11، ما ينفعش 12، يبقى لازم 13، لازم يكون فيه العدد فردي. تمام كده؟ ليه؟ عشان لما بنيجي نشتغل في الجناب الشغل لو هو مجوز هيخلف معاك الشغل، تيجي تدكك السيور ممكن تدكك الثلاث جناب، يعني الجنب ده وده وده، وتيجي في الجنب الرابع ده ما تعرفش تدككه. ليه؟ هتلاقي السيور كلها مخالفه بعضها، هتلاقي بقى السيرين داخلين في بعض ومش عارف ايه وحوار تاني خالص، فتضطر ان انت تفك الشغل كله، يبقى تعبك كله راح على الفاضي. اي شغل في التركيك، اي شغل بتعمله لازم يكون العدد فردي، لازم يكون العدد ايه؟ فردي. 21 23 25 زي ما انت عايز بقى. تمام. وتخلي بالك طبعا يعني ما تقطعش وخلاص، لازم السير بتاعك زي ما ذكرنا ان انت تشوف السير بتاعك هل سير صغير 9 زي ده كده ولا سير عريض، لان السيور بتختلف. ده 9 مللي، يعني التاني 15، يعني التاني ازيد من ده بكام؟ 6 مللي. 6 مللي دولت يعني يفرقوا معاك في الشغل، يفرقوا معاك يعني فرق كبير يعني. تمام. طيب دولت كده بقى كام سير اللي احنا ركبناهم دولت كده 22 سير. تمام. 22 سير. طيب احنا دلوقتي كده خلصنا هو التركيب. عشان قبل ما نشتغل بقى، قبل ما نقلب الحصيره وندكك السيور ديت، تخلي بالك ان السير القصير اللي هو اللي جوه دهوت ان هو وشه لفوق. يعني انا لو عملت الخشبه كده بص اهو، كل السيور القصيره ديت طلع وشها فوق اهو. تمام كده، يبقى هي اللي فوق، لان انا هعكسها لتحت عشان خاطر ادكك الشغل. تمام. الجنبين يعني اخر سير ده اهو يكون اللي فوق منه السير القصير زي ما دككنا في الاول، برضو يكون في الاخر. ونخلي بالنا من نفس المقاسه ديت، يعني مثلا هنا هو في زياده بتاع حوالي 10 سم، الجنب التاني برضو لازم أن يكون في زياده 10 سم زي ده كده. تمام. تمام. هنعمل ايه قبل ما نقلب الشغل عشان الشغل ما يبص مني؟ هنجيب مثلا من هنا كده اهوت، يعني مثلا سير اهو، بعد ما نعدي 3 سيور ناخد الرابع مثلا، وبعدين السير ده طوالي كده ونقيسه من الجنبين. تمام. نمسك طرف السير كده وبعدين نرفع السير كده،
ونشوف الجنب انهي الطويل والجنب القصير اهو، ونشد القصير كده، نخلي ايدينا دي يعني كده السير ينزل في النص بالظبط. تمام اهو. يبقى كده السير مظبوط، نصه هنا ونصه هنا. هنتني كده تمام، ونعدي كده سير واحد بس اهو كده، ونمسك بيه الجنب ده اهو، ونفس السير الجنب التاني اهو، ونمسك بيه برضو الايه الشغل كده اهو. تمام اهو كده بالظبط. يبقى احنا مسكنا الجنب ده، فاضل من هنا برضو كمان نمسك برضو ايه السير اللي هو الرابع برضو كده. تمام اهو. ونقيس السير من الاطراف، نمسكهم كده من الاطراف ونشد السير، نظبط السير نخليه في النص بالظبط، جنب القصير نشده اهو، ونخلي السير في النص بالظبط. تمام. وبعدين نجيب السير كده نتنيه ونعديه برضو نفس القصة كده من تحت اهو اهو. تمام اهو. والجنب التاني نفس القصة. ليه بنعمل كده؟ بنمسك الجناب عشان ما تفكش مني، يعني وانا بقلب الشنطة دلوقتي ما تفكش مني الجناب دي. ابص الاقي السير دي جه كده والسير دي جت كده والشغل باظ. عشان اقلب الشغل لازم امسك الجنبين دول كده. لسه معايا جنبين هنا يعني ده فاكك وده فاكك، لو انا شلت كده هيتفركش برضه. انا اشيل الخشب كده بعنايه وامسك من هنا كده الشغل بالراحه كده، وبعدين هقلب الشغل كده مره واحده. اظبط الشغل اهو تمام. ايديا ماسكه السيور ازاي؟ ليه؟ عشان خاطر الشغل ما يفكش. وهمسك كده جنب واحد اهو تمام، وبعدين السيور اخليها عدله عشان خاطر ايه مفيش حاجه تتفك منها. تمام زي ما انت شايف يبقى انا كده قلبت الايه قلبت الحصيره. ندكك بقى الشغل ده. هنشد بقى الثلاث سيور دولت كده الاول عشان ما يبقاش فيه هوا الاول اهو. وهجي مثلا من النص كده واجيب سير صغير من النص اهو، وبعدين ادككه كده اهو. تمام اهو. كل بقى السيور اللي هي القصيره ديت نفس الحكايه، ادنيها كده بالراحه وبعدين ايه ادككها كده واحده واحده. كل السيور اللي هي ايه القصيره دي. تمام اهو اهو. تمام اهو. خدت بال حضرتك اهو. الشغل سهل وبسيط، يعني ما فيهوش حاجه ايه تعب خالص اهو. تمام اهو. يبقى كده ايه بندكك ايه الشغل القصير كله زي ما انت شايف كده اهو بالظبط كده اهو اهو. كل السيور اللي هي الايه القصيره دي اهو. ايه دي بقى الحصيره، يعني الارضيه بتاعت اي شنطه بتدكك كده، واضغط عليها كويس كده عشان خاطر يعني الشغل يكون ماسك بعض كويس، ما يكونش فيه هواء. تمام اهو. تمام اهو. شوف يعني كل سير طويل بينه واحد صغير اهو اهو. في ناس بتقول لك طب ليه ما بتخليش السير ده يعني طويل زي التاني وخلاص، يعني مثلا ايه يكون بطول الشنطه بدل ما احنا بنقصه كده 70 سم او 50 سم. اقول لك لا، ده لو مثلا بتعمل حاجه صغيره مش طويله، يعني مثلا زي طبق زي حاجه، لا عادي مش مشكله. لكن انت بتعمل حاجه كبيره، فالسير ده لو بقى نفس العدد ده يزعلك في الشغل، وبعدين الشغل هيبوظ منك مش هيبقى موحد. ليه؟ هيبقى الشكل الشغل وحش خالص خالص خالص. كده ادي الجنب الاولاني اهوت ايه خلاص. تمام. الجنب التاني هنمسك الشغل بالراحه ونلف الشغل برضو كده ايه بالراحه على ايدك على عجليتك اهو اهو كده. الجنب ده ممسوك بقى مفيش خوف منه، لكن ده لسه نعدل السيور بتاعته كده واحده واحده اهو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. وبعدين نشد برضو الثلاث سيور الاولانيين دولت كده شده كده خفيفه اهي عشان ما يبقاش فيه هوا اهو.
وبعدين ندكك من الوسط كده اهو اهو. تمام اهو كده. يبقى ايه الشغل كله كده ايه نفس النظام اهو. اي حصيرة كده اهو. انت حتى لما تيجي تشتغل يعني في البداية الشغل بيكون صعب، اي شغل في البداية بيكون صعب. تمام، لكن واحدة واحدة ان شاء الله تبقى مية مية وتبقى معلم كبير كمان اهو اهو. وشغل سهل برضو يعني الاخوات اللي حابة تشتغل برضو ماشي عادي تشتغل، لان يعني الشغل برضو مش محتاج يعني عصب او ايد راجل تكون قوية والكلام ده كله. لا الشغل برضو سهل اهو. بس في سيور يعني في شمبر من ده بيبقى محمل، فانا ما انصحش حد يجيب من المحمل ده خالص. ليه؟ غالي عليك. تمام، وشغله هيبقى بص يعني هيكرهك في الشغلانه. ليه؟ عايز بقى ضوافر من حديد وعايز ايد تكون قويه، واخد بال حضرتك ماشي، وبعدين شغله رخم كده ويكلف عليك، وتيجي تبيع الحاجه مش هتجيب معاك اصلا يعني تمنها كمان. تمام اه. يعني انا كنت عامل شنط والله كانت تقيله الشنطه، يعني شوف انا ببيع الشنطه دلوقتي مثلا ب 180 جنيه الحجم الكبير ولا كده، يعني والله التانية دي كنت ببيعها ب 350 جنيه. تمام، والناس تقول ليه كده طيب؟ اقول له والله الخامه غاليه، امسك الخامه. فانا امسكها يقول والله هي محمله جدا. اقول له ما عشان كده الخامه. بس طبعا الناس بالطبيعي في ناس محتاجه الخامه القويه وفي ناس مش محتاجه الخامه القويه. فانت يعني اشتغل الاول في الخامات الضعيفه. لو حد قال لك انا عايز خامه قويه ومش مشكله الفلوس، عادي بقى يبقى هجيب لك مثلا ايه كام بقره كده من الخامات القويه ودي خليها للطلب اللي عايز يشتغل بالطلب. تمام، ادي كده ايه الارضيه قفلناها كده من ورا. تمام، هنرجع بقى نقلب الايه الشغل تاني. تمام اهو، نعدل الشغل. الحصيره كده معانا ايه قلبناها وظبطناها. قبل ما نشتغل في الجناب بتاعت الشنطه ديت نعمل ايه؟ نقيس السيور بتاعت الشنطه الاربع جناب دول لازم يكونوا قد بعض، يعني ده جنب مع الجنب ده لازم يكونوا قد بعض. هنعمل ايه؟ نجيب مثلا سير من هنا اهو ماشي، وناخد نفس السير كده اهو تمام من الجنب التاني، ونمسك الاطراف معانا اهوت اطراف السير من هنا ومن هنا، وبعدين نسحب السير كده 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 ونوصل السير في الوسط بالظبط. طبعا ده كده قصير وده طويل، نسحب من الجنب ايه التاني ده. تمام اهو، نتكه كده ونسحب شويه ونجيس تاني كده في الوسط. ايوه كده تمام. طب انا خدت معايا السير اهو، امسك السير اللي انا قسته ده تمام، وبعدين اسحب بقى عليه ايه جميع السيور. يعني ايه؟ يعني مثلا ده كده كان الطويل يبقى كده الجنب ده كده طويل، امسك السير من الجنب القصير كده تمام، واعدل كده السيور اهو اهو، واسحب بقى جميع السيور ديت اعدلها من الاطراف. يعني مثلا كده اهو الطرف اهو بتاع السير، اشوف بقى السير القصير فين واشده ايه، اشد السيور اخليها إيه قصاد بعضها. تمام اه تمام اه. ليه؟ عشان بعد كده وانا شغال ما الاقيش بقى سير قصير وسير طويل، واخد بال حضرتك، وبعدين ايه الشغل يبوظ مني وانا بقفل، فالشغل ما يبقاش كويس. تمام اه. يبقى انا كده خدت مقاس ايه الجنب ده، لما اظبطه يبقى انا كده ظبطت الايه الجنبين. تمام اه تمام. الله ينور الله ينور الله ينور. وبعدين اجيب بقى نفس القصه الجنب الثاني ده. تمام، اجيب مثلا سير اهو نفس السير الجنب الثاني ده، وبعدين امسكهم كده من الاطراف، وبعدين اقيسهم كده اهو كده، وبعدين نوصل السير في النص كده بالظبط. تمام اهو
عشان السير يكون في الوسط بالظبط، وبعدين اظبط على نفس السير اللي انا قست عليه ده جميع السيور اللي هي معايا، لان انا هقيسهم كلك بطول واحد. تمام. طبعا في سيور بتبقى طويله وسيور قصيره، فعشان تخلي بالكم ان احنا ما ضبطناش السيور كويس، ومش هتعرف تظبطها كويس وانت وانت بتدك في اول الشغل. تمام. يبقى انت لازم تخلي بالك بعد ما تقفل الارضيه تقيس تقيس شغل الجناب بتاعت الحصيره بالظبط. تمام. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب وبكده يبقى احنا كده عملنا الارضيه كده بتاعه السبت. فعشان ما اطولش عليكم المقطع يبقى ده كده عملنا الارضيه. الفيديو اللي بعد ده على طول ازاي بقى ناخد المقاسات ونرفع الجنب، ويلا بينا نشوف بقى الفيديو التاني. ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، متابعه، تعليق جميل كده منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.